السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. كيف حالكم شيخ؟ طيبين إن شاء الله. خير الله يبارك فيك. الله يهديكم. أولا أحمد الله تبارك وتعالى أن وفقني أن أشارك في هذا البرنامج المبارك، ذبل أن أرضي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأبدأ الكلام بالقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجازي القناة والقائمين عليها خير الجزاء، وأسأله جل في علاه أن يجعل هذه المشاركة كفارة لي لما بدر وسبق مني في الإساءة في حق عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كنت شيعيا. ولن أرد على الخاسئ الخبيث ومن كان على شاكلته، وإنما أوجه رسالة ونصيحة إلى عوام وعقلاء الشيعة، وأقول لهم: إياكم أن تبغضوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وإياكم أن تطعنوا بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإن الله تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله جل في علاه قد بين باطنها، وقد بين بيانا كافيا شافيا بأنها رضي الله عنها وأرضاها من الذين أرادوا الله والدار الآخرة. فلا تقدموا قول أحد على قول الله تبارك وتعالى وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. فلك أن تسأل أيها الشيعي العاقل المبارك الذي تريد الله والدار الآخرة: من أين لك هذا؟ وقد قال علماؤنا في حسينياتهم وقال آياتنا أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعلت وفعلت وفعلت. أقول لك: أيهما أصدق، علماؤك أم الله تبارك وتعالى؟ الله تبارك وتعالى قد بين في سورة الأحزاب أنها رضي الله عنها وأرضاها، وأخواتها من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن أنهن أردن الله ورسوله. وإليك الدليل أخي الشيعي، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أي إن الله تبارك وتعالى قد خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين أن يخير زوجاته رضي الله عنهن وأرضاهن بين أمرين. الأمر الأول: إن كن يردن الدار الآخرة وزينتها، إن كن يردن الحياة الدنيا وزينتها. نعم. إن كن يردن الحياة الدنيا وزينتها. نعم. فماذا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يسرحهن أي يطلقهن ويمتعهن. نعم، يمتعهن ويسرحون سراحا جميلا. ويسرحكن يطلقكن سراحا جميلا. نعم. والتخيير الآخر: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر الله تبارك وتعالى، بل ما له إلا أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وأسألكم بالله أيها الشيعة العقلاء، النبي صلى الله عليه وسلم خرج من هذه الدنيا وهن على ذمته أو طلقهن؟ لم يطلقهن. إذن فهن اخترن الله ورسوله. إذن فقد اخترن الله ورسوله. نعم يا أبا عبد الرحيم، يعني أود أن أسألك سؤالا مباشرا حتى يعلم إخواني وربما تعلموا كيف اهتديت. طبعا قصتي في الهداية لا تفيدهم كثيرا، وإنما هذه أردت أن أشارك في هذا البرنامج من أجل طيب أن لنا أن نصل إلى هداية إخواننا. ما هو السبيل؟ السبيل واضح. نعم. كتاب الله سبحانه وتعالى من تدبره حق التدبر ففيه الهداية والرشاد. الله أكبر. نعم. كما أخبر الله تبارك وتعالى في بداية سورة البقرة. ولكن أقول وفي الختام أقول: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. أجل بل هو خير، والله الذي لا إله إلا هو. بعد أن خرج هذا الخاسئ الخبيث في هذه القناة الفاجرة قد تأثر كثير من الشيعة ورجعوا إلى رشدهم. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجزيكم خير الجزاء على ما قدمتموه وتقدموه في هذا الأمر العظيم. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحيم. نعم. المهتدون في البحرين، أنت من البحرين يا أبا عبد الرحيم. أي نعم. نعم. الشيخ يحدثك. نعم. هل هناك يعني أعداد كبيرة من المهتدين في البحرين؟
هل بفضل الله لك صلة سبحانه في هذا وتعالى الجانب؟ كثير منهم قد هداه الله سبحانه وتعالى إلى طريق الصواب. منهم من هداه الله تبارك وتعالى بآية واحدة. ما شاء الله. قال له رجل، قال كيف تسب أصحاب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين؟ كيف تسب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى قال وأزواجه أمهاتهم. نعم. فقال هل هذا موجود في كتاب الله؟ قال نعم. قال ائتني بكتاب الله وأرني هذه الآية. فأراه هذه الآية فهداه الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. سبحان الله. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحيم. يمكن هنا ملحظ يعني أنا أقول هذه الآية نعم. يعني الوقوف على النص مثل ما ذكره. نعم. وذكر الذي قبله والذي قبله. كم عدد المهتدين اليوم؟ 2 أو 3؟ ما شاء الله. فنقول يعني التأكيد تأكيدهم أيضا من خلال تجربتهم وحياتهم عن قضية تدبر كلام الله. نعم. ولكن شيخ يعني القرآن الكريم ألم يكونوا يقرأوا القرآن من قبل؟ يعني هذا ملحظ. ربما ابتعدوا عن القرآن. ابتعدوا. نعم. وعدم التدبر اثنان. نعم. ولذلك البحث عن الحق. يعني المسألة ما هي هينة. نعم. مسألة أن تضيع أخراك. يعني الدنيا 60-70 سنة، ثم الحياة البرزخية، ثم الحياة الأبدية السرمدية. نعم. إلى ما لا نهاية. هل تدين الله بدين باطل؟ بل أنا أقول ندعوهم. احنا وجهنا دعوتنا قبل قليل إلى عموم الشيعة. نعم. ودعوناهم إلى دعوة التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له والرجوع إلى الكتاب والسنة. ونقول أيضا هذه الدعوة حتى للمعممين، حتى للمراجع، والله نشفق عليهم ونرجو لهم الهداية ونشرح صدورهم للحق ونردهم إلى الحق ردا جميلا. ندعو أحمد نجاد، ندعو علي خامنئي، ندعوهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، إلى الكتاب والسنة، إلى عبادة الله كما أمر، إلى دين الله الحق. ندعو كل المرجعيات وكل المعممين وكل المشايخ، نقول لهم لا يغركم هذا التعظيم، تقبيل الأيادي، تقديم الأموال والخمس، هذا التقديس الذي يجونه من الأتباع الذي يجعل الإنسان يصد عن الحق. فنقول انتبهوا واحذروا وتذكروا وقوفكم بين يدي الله جل وعلا، ولا تتبعوا الأهواء. وكما قال الله جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم.